يا صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السعادة والتفاؤل على أحلى أخوات في الدنيا، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ الجزء التاني يا بنات. اللي ما شافش الجزء الأول وإيه الحكاية يروح لأول تعليق مثبت هيلاقي عنوان أو رابط الفيديو، هيدوس عليه يدخل على طول. تمام. عايزة أقول لكم هنا بقى زي ما انتم شايفين، طلعت بقى جبت الكورس، طلعت فوق الدولاب عشان أجيب حاجة رمضان، عشان إن شاء الله أبقى أسيبها قدامي، أبقى آخدها في بعض مرة لمّا آجي أقعد هنا، أبقى آخدها بقى معايا الشقة هناك يعني وكده. وهنا بقى زي ما أنتم شايفين اللي كنت باقول لكم عليها في الفيديو الجزء الأول، إن أنا كنت متضايقة من الحشرة بتاعة الخشب، كتير قال لي: "منى صوري لنا الحشرة دي عشان إحنا قلقانين إحنا كمان من الشقق اللي إحنا سايبينها بتاعتنا والحاجات دي كلّها." فأنا آسفة إن أنا عملت لكم توتر، بس أنا بصراحة فعلًا أنا ما باحبش الحشرات ولا باحب أنا باحب النضافة ولا باحب الحاجات أوي اللي شبه كده. بس طبعًا ده ظرف وحصل لي، مش عيب ولا غلط إن أنا أطلع أشارككم كل حاجة. وزي ما أنتم شايفين كده، هنا بقى الغسالة دي أنا ما باعرفش أعصر يا بنات، فهنا بقى زي ما أنتم شايفين باشيل من هنا أحط هنا على طول. وأحلى حاجة في الغسالة ديًّا إن أنتِ إيه، زي ما أنتم شايفين كده، لو كان بقى إيه الغسالة ديًّا أيام ما كنت في شقتي القديمة خالص اللي تحت، كان لها خرطوم نازل من الحنفية، نازل الفتحة بتاعتها على طول، ما كنتش بافضل ماسكة الخرطوم كده. بس يالّا مش مشكلة. فالمهم إن أنا باشطّف كده لأمّا أبقى إيه، أسيب الهدوم في قلب الحوض بتاع الغسيل، و وباشطّف منها، يعني يعني بادلق المَيّة وباطلّع مَيّة نضيفة وباشطّف في نفس الحوض وبعد كده أعصُر بقى. بس أنا كده كل في الحالتين هو واحد يعني. والخرطوم زي ما أنتم شايفين نازل في الصرف بتاع التويلت والحمد لله. هنا بقى ما كنتش لاقية حاجة أطلّع فيها الهدوم، قُمت جايبة إيه، الطبق البلاستيك أو البانيو ده من فوق المطبخ عشان أنا باحُط فيه الهدوم. دخلت هنا على الأوضة بقى كنت باشتغل بقى، الغسالة تشتغل وأنا أشتغل معاها، بإيدنا في إيد بعض كده بنساعد بعض من الآخر. تعالوا بقى نشيل الكُتُبات بقى اللي أنا قلبي حاسس إن الحشرة دي جات بسبب الكُرّاسات، لإن الحشرة دي مش موجودة إلا في أوضة جنى وأوضة عمرو، وأنا حاسة إن هي بسبب الكُرّاسات. طَب هتقولي لي: "يا منى أُمّال هي دخلت المطبخ إزاي ولقيتها في المطبخ؟" هي اتفسّحت بقى، ما لقت بقى ما فيش حد في البيت بقى ولا لقت خوف من حد. فقامت ماشية في الشارع كلّها وراحت للمطبخ يمكن تلاقي أكل والّا حاجة وكده. فأنا بصراحة بجد أنا بقى أحلى حاجة عملتها بصراحة ومبسوطة أوي، أوي من نَفْسي إن أنا بدأت الخطوة دي، إن أنا إيه، بدأت أشتغل يعني. عايزة أقول لكم يا بنات الأوض بتاعتي اللي كتير قال لي: "يا منى، يا منى الأوض بتاعتِك." في تعليق جالي بيقول لي: "يا منى أنتِ بس مش اليومين دول من فترة يعني، أنتِ الأوض بتاعتِك أنتِ شقتِك عاملة زي المستشفى، إن هي كلّها مدهونة أبيض." وتعالوا بس أوريكم الأول إيه الحشرة أهي، أهي بسرعة. شوفوا بقى أول ما زقّيت بُصّوا أول ما زقّيت بتاع البوفيه تعالوا بقى نزُق بقى السرير، شايفين أدي اللي باقول لكم عليها بقى، شُفتها ومن يومها بُصّوا، لو ما كنتش لحقت بسرعة ورشّيت البودرة دي كان زمانهم انتشروا وما عرفتش أقتلهم واحدة ورا التانية. شوفوا، شوفوا قد إيه. أنا بقى المفروض كنت كنست وبعدين رشيت البودرة، بس ما لحقتش يا بنات. أنا آسفة على المنظر وآسفة لو أنتم قرفتوا، بس كان ناس كتير قالوا لي: "يا منى اوعي تعملي الخطوة دي لمّا تورّينا وتعرّفينا البتاعة دي." دي اسمها حشرة الخشب يا بنات، بتبقى شكلها عامل زي شوفوا زي أم فصادة. شايفين عاملة إزاي؟ عاملة شكلها وِحِش يع. المهم أنا ما كنتش عارفة أسيطر، أنا باخاف، قُمت رايحة بُصّوا بقيت أي حاجة أدلق بودرة، 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 لو ما كنتش دلقت بودرة ما كنتش هاعرف أسيطر عليهم، هاموّت مين والّا مين. وبعد كده طبعًا بعد ما نضّفت دلقت والدين، ده ولدت وجابت جدودها وولاد ولادها وولاد خالاتها وعماتها، وده بنت عيلة، بنت عيلة ما البيت بيتها بقى. مش لاقية أصحاب البيت هنا. بُصّي يا بنات اللي كان جه لي تعليق زمان: "منى أنتِ بيتِك عامل زي المستشفى." ليه بقى؟ عشان الأوض جنب بعض، مش نفس الشقق الحديثة اللي أنا قاعدة مثلًا فيها ديًّا، مثلًا طُرقة كده فيها الأوض من جوّه ومتدارية بعيد عن الreception. يعني إيه، خدت كلامها وقُلت يمكن مش شايفة الموضوع يعني. نفس البنت جات لي بعد فترة قالت لي: "تصوّري يا منى لمّا أنا رُحت نقلت في شقة زيِّك كده، طُرقة بقى في وسط حمامات، كان الوضع مش عاجبني خالص، خالص، ورجعت افتكرت شقتِك قُلت لأ دي حلوة أوي شقة منى." كان الحمام بعيد عن الأوض، والأوض كانت طالعة على الصالة وكان شكلها حلو. ف فأنا بجد والله العظيم يا بنات أنا فعلًا من خلال تجربتي أنا قاعدة دلوقتي في شقة كان نفسي أوي في طرقة تبقى مدارية الأوض والتويلت والحاجات دي كلها. بس من ساعة ما لقيت التويلت قريب من أوض النوم وصوت الخربطة وقفل فتح الباب والروايح والحاجات دي، لأ أنا بصراحة تفصيلة الشقق اللي هي بتكون الحمام والمطبخ بعيد عن الأوض والله العظيم بتكون جميلة وزي الفل.
هنا بقى يا بنات عايزة أقول لكم بقى شايفين الحشرة، أنا حبيت أشارك معاكم كده، مع إن المفر الم المو ال المقطع ده ما فيش حد بينشره أبدًا، أبدًا على عَمْ كده، بس أنا حبيت أوريكم دي مش عدم نضافة منّي. أنتم عارفين إن أنا أصلًا بقى لي 8 شهور مش قاعدة في الشقة هنا، والحشرة ديًّا بتيجي بقى من الرطوبة، بتيجي من الخشب، من عدم التهوية، بتيجي من حاجات كتير. وأنا أصلًا من أول أنا أصلًا كل سنة باحب إن أنا إيه، أدلق أدلق بودرة و وحوالين الخشب يعني كل سنة كده. بس طبعًا أنا كنت مشيت بقى ونقلت وما خدتش بالي خالص. بس اللهم لك ألف حمد وشكر إن أنا إيه، نضّفت الأوضة دي ولسه أوضة جَنَا بقى إيه، وبعد كده إيه، المطبخ يعني إن شاء الله، بس كُلّه واحدة، واحدة. بس قولوا لي بقى أنتم متشجعين في سلسلة تنضيف الشقة دي، ولو أنتم مش حابين خلاص يعني ما أكمّلش أكمّل أنا مع نفسي وما أصوّرش. يعني لو أنتم مش حابين إن أنا أكمّل سلسلة تنضيفات الشقة يعني ومن أولها لغسيلها ولتنضيفها لكُلّه يعني. هنا بقى أنا حبّيت بقى بعد المنظر ده قُلت استحالة إن أنا أسيب السراير ديًّا مكانها، لازمًا أغيّر آمم يعني نظام الغرفة. فهنا بقى زي ما أنتم شايفين بازُق الدولاب ده وأجيبه كده في ضهر الحيطة و وزي ما أنتم شايفين كده. الدولاب دوًّا فيه هدوم ولادي يعني وبقية المفارش والحاجة، لإن طبعًا أنا مش واخدة حاجات كتير أوي في الشقة هناك يعني، سايبة بعض حاجات هنا عشان لمّا نيجي نبات ما اقعدش أشيل هدوم والحاجات دي كلّها. هنا بقى زي ما أنتم شايفين عارفين الأوضة بتاعتي ديًّا ال3 أوض مقاس واحد. ال3 أوض يا بنات مترين ونُص، مترين ونُص في طول مترين و80. ف أنتم عارفين الأوضة دي كان حلّها من زمان الزمن السراير دي، يا إمّا سرير دورين، يا إمّا السرير الدورين ده أنا فيما بعد لو خلاص ولادي كبروا على السرير الدورين ده، أنا ممكن أقصّه 2 يبقوا قصاد بعض. يعني الأوضة يعني السرير من ده مش متر، السرير ده 80 سنتي. فكان حلّها من زمان الأوض بتاعتي دي إن ييجي لها فعلًا سريرين 80 مش سرير 120 لأ. فأنا بصراحة مش ندمانة خالص إن أنا جِبت السرير الدورين ده، لأ مش ندمانة نهائي، نهائي، نهائي. هنا باقول لكم إن أنا بارُش بودرة قبل ما أنقل السرير، وهنا بالِفّه عشان إيه، أنا عليّا أنقل السلِّم أعمله الناحية التانية بدل ما ألِف السرير يعني. بس أنا قُلت لسه هافِك بقى السلِّم، لأ طب ما أنا ألِفّه كدهون هييجي معايا ويبقى زي الفل. على الأقل هيبقى بعيد عن الشباك. أنا من زمان أوي يا بنات أوي، أوي من زمان الزمن كنت باحلم يكون عندي سرير دورين، وسبحان الله ربنا كرمني هو أي نعم أنا جايباه مستعمل مش جديد، وعليّا كنت أدهنه أبيض وأعمل له كل حاجة. بس سبحان الله عايزة أقول لكم احلموا وسيبوا الباقي على ربنا، وربنا بيكبر بخاطركم وبيجيب لكم اللي نفسكم فيه والله العظيم في الوقت المحدد. وأنا عمري ما نستغنى عن البتاع ده ليه بقى؟ لإن هو خشبه جميل، خشبه تحفة، تحفة، تحفة. وفيما بعد لو حبيت إن أنا أقصّه، هو ممكن أقصّه يا بنات أقص رجول السرير اللي فوق ده، وأحط قصاده يبقى 2 قصاد بعض، يبقى سريرين قصاد بعض. فاهمين قصدي؟ لإن هو خشبه تحفة، المُلّة بتاعته بس الوحيدة تقيلة وخشبها زي الفل، أحسن من الخشب اللي طالع اليومين دول اللي كلّه هَم الهَم وكرتون وزي ومقرف يعني فاهمني؟ لكن أنا عارفة إن حل الأوض بتاعتي دي غرف تفصيل، إمّا سراير صغيّرة زي ما أنتم شايفينها كده. بس أنا بقى عرفت المعلومة دي متأخّر للأسف، تمام؟ بس يا بنات والحمد لله على كل حال. هنا بقى باكنس أهو من بواقي البودرة، والبودرة لمّا يكون ما فيش فيها أي حاجة باسيبها في الجنوب كده زي ما أنتم شايفين أهو، ولسه هارُش بودرة بقى تاني وإيه، وأضبّط الأوضة. أنا طبعًا مش هامسح الأوضة خالص بمَيّة ولا الكلام من ده كلّه عشان البودرة ما تروحش، لإن كده إحنا لسه مش هنيجي نقعد دلوقتي، لسه بابقى أنضّف الشقة لإن جانا لسه لها يومين امتحانات. وكل ما باجي مع يوم الامتحان أنضّف حاجة في حاجة في حاجة، ولمّا نيجي نقعد بقى أنا وولادي تكون الشقة نضيفة ما يبقاش ورانا أي حاجة، وأبقى مسحّة اليوم اللي هنيجي نبات فيها. ف من البودرة يعني وكده. بس أنا هاسيب بس البودرة في كل أركان كده، بحيث إيه، إن هي إيه، أي حشرة ماشية يمين والّا شمال تموت على طول. بس وأمّا آجي أبات فيها أقوم ماسحاها مسحة نضيفة بقماشة كده وهتبقى الموضوع حلو يعني. تمام يا بنات، وعايزة أقول لكم أنا كده حسيت بارتياحة، والله العظيم الفرشة اتشمست في الشمس. هاجي بقى أحطها كده. أنا عارفة إن دي يا بنات زي ما قُلت لكم في الجزء الأول إن هي كانت مرتبة 120 وأنا قسمتها نُصّين، بس هي مش على نفس مقاس السرير لأ، يعني في حتة فاضية جنب الحيطة وبينها وبين السرير، يعني المرتبة مش واخدة السرير كامل. أنا طلّعت ديًّا فوق ليه؟ لإن اللي أنا جايباها الأخيرة دي تقيلة، لكن اللي أنا باحطها دي فوق دي خفيفة، مع إن مقسماهم بالنُص، بس مش عارفة واحدة خفيفة وواحدة تقيلة. بس كده. جانا بقى هي اللي كانت بتطلع تفرش لي السرير اللي فوق ده، أنا ولا مرّة طلعت عليه خالص، بس جانا اللي بتبقى يعني إيه، بتبقى تطلع تفرشه لي كل مرّة. فهنا يا بنات زي ما أنتم شايفين بقى إيه، باحط بقى المخدات وباحط الحاجات دي كلّها، إن شاء الله أبقى أمسحها في كلور لمّا آجي أبقى أقعد هنا زي ما أنتم نصحتوني. وبس كده يا بنات والحمد لله على كل حال. أنتم عارفين أول ما جبت السرير ده كنت رايحة أجيب اللي هو الإسفنج المضغوط،
بدل المراتب اللي هي الجامدة كلّها حديد دي، تحسّي إن أنتِ نايمة على مراتب خشب. بس قُلت يالّا حاجة بتقضّي الليلة يعني، وإحنا كده ما عدناش قاعدين هنا يعني إلا كل فين وفين، فالحمد لله. يعني ربنا كرمه ما فيش أحسن من كده بكتير، بكتير، بكتير والله العظيم. الحمد لله على حياتي قبل وبعد، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على كل حاجة حلوة في حياتنا. ده بقى باقول لكم أحطّه هنا في دخلة الباب، وأحط مثلًا فيه أي حاجة زيادة عندي، كراسات، أحذية، أي حاجة، ولا أرجّعه مكانه. فطبعًا لمّا سألت جوزي قال لي: "لأ رجّعيه مكانه جوّه أحسن، خلّي الصالة فاضية يعني والحاجات دي كلّها." فأنا بصراحة كنت هاحطه برّه هنا، أحس إن الصالة تبقى فيها حاجة يعني، وألِم فيها شوية الكراكيب دي لحد ما أتصرّف فيها. فجه جوزي قال لي: "لأ، دخّليه تاني مكانه عشان الأوضة ما تبقاش كلّها فاضية يعني." بحيث بقى إيه إن هو أصلًا كده في قلبه دفايات السرير، تمام. فبس جيت أدخّل هنا بقى الفرشة ديًّا، تكون برضك مهيّأة ومجهّزة كده عشان ولادي لو جُم في أي وقت يبقى الأوضة خلصانة واقفة بس إيه إن أنا أمسحها بس وخلاص. وكده يا بنات عايزة أقول لكم أنا مبسوطة جدًا، جدًا الحمد لله وشكر لِك يا رب إن الواحد أنجز وخلّص كل اللي وراه. كتير قال لي: "يا بنت ادهني الشقة بتاعتِك ودهنيها." والله العظيم أنا كنت داهنة الصالة وأوضة النوم بتاعتي من أغلى أنواع الدهان اللي هو البلاستيك اللي بيتغسل، لكن بأمانة دهان غرفة جنا وغرفة عمرو بصراحة كانوا مدهونين دهان أي كلام وما كنتش عِدت عليه بالدهان، بصراحة كده. وأنا كنت دهنة الشبابيك مش ممعجناها ولا أي حاجة، أنا كنت دهناها هي والبيبان ديًّا دهان كنت داهنة دهان على الخشب الأبيض بتاعهم، يعني هُم ما خدوش وش معجون ولا أي حاجة، عشان كتير مفكّر إن أنا البيبان عندي متوسخة والّا حاجة، لأ هي مش متجرحة ولا حاجة، أنا كنت عاطية لها وش كروَن ما كنتش ادّيت لها حقها الطبيعي أو الخامات الطبيعية بتاعتها، يعتبر أنا وجوزي اللي كنا ممعجنين الشقة ودهانينها ومخلّصينها، اللي هو تشطيبها مش أوي بس الحمد لله أنا مبسوطة. وكان فعلًا بجد الحاجة اللي بتتعمل بتعب وبتتعمل بحُب وبتتعمل بإيدِك بتبقى أحلى وأحلى. هنا بقى بتعملي إيه يا منى، عايزة أقول لكم أنا باكل آيس كريم الآيس كريم ورايا هناك وهنا، في كل مكان أحب أجيب آيس كريم. سمسم لقيته نزل جاب آيس كريم قُلت له: "انزل يا حبيبي هات لي واحدة أنا كمان اشمعنى أنت؟" بس كده وقعدت آكل زي ما أنتم شايفين كده، هو اللي مودّيني في داهية ومبوّظ الدنيا عندي في الريجيم. بس يا بنات الحمد لله على كل حال. ف هنا بقى خلاص خلّصت بقى الغسيل اللي كنت باغسله معاكم في الجزء الأول، ورُحت بقى هنا أنشّره عشان يلحق ينشف. وأنتم عارفين أنا بقى قفّلت شقتي وروّحت، كان جانا بقى خلاص خلّصت امتحان، خدتها بقى عشان كان عندها درس. درس يا دوبك إحنا روّحنا على العصر بالضبط، ما قدرتش أشوف قدّامي قُمت رايحة نايمة، وجانا راحت الدرس بتاعها، صحيت بقى على إيه، على الساعة 12:00 كده والّا 13:00 قُمت شُفت مصلحتي بقى من أول وجديد لإن أنا كنت مطبّقة. بس عايزة أقول لكم بصراحة يعني اليوم جرى معايا بسرعة ونشرت كده، عارفة لمّا يعني تاني يوم أصلًا الدنيا مطَّرت، يعني جوزي قال لي: "ما تسيبيش الهدوم، الدنيا هتمطَّر." وفعلًا الدنيا شتت يعني والهدوم غرقت مَيّة. بس يالّا الحمد لله، المهم إن أنا خلّصت وأنجزت وكل حاجة الحمد لله زي الفل. لسه إن شاء الله الشقة دي محتاجة تنضيفات عميقة، والله يا بنات أنا كل ما باجي هنا بانضّفها بس سبحان الله بيدخل لها تراب منين ما أعرفش، ما أعرفش، ما أعرفش، ما أعرفش. بالذات قدّام باب شقتي كده، تفتحي باب الشقة بتاعتي تلاقي إيه، التراب جوّه، دخل إزاي ما أعرفش. عايزة أبقى أحط إيه، لمّا آجي أقفل باب شقتي أبقى أحط حاجة إيه، تحجز التراب ما يدخلش لجوّه، إن شاء الله بإذن الله يعني لمّا آجي أقفلها وآجي ماشية يعني وكده. والّا يقول لي: "يا منى طب الشقة وادّي الشقة لأخوكِ يقعد فيها." قسمًا بالله أنا اتحايلت على أخويا مليون ألف مرّة، وجوزي حتى قال له وكلنا قُلنا له: "تعالَ اقعد في الشقة واقعد فيها وبراحتك خالص حتى نبقى ننزل أجازات ونقعد معاك." هو ما رضاش، نِفْسه عزيزة جدًا وقال لي: "لأ، أنا عمري ما هاسيب بيت أبويا." عشان طبعًا بييجي لي السؤال ده كتير: "منى خلّي أخوك يقعد في الشقة." والله ما بيرضى، أنا قُلت له كام مرّة، كام مرّة، هو مش راضي خالص نهائي، نهائي. وأنا أصلًا المفتاح الشقة ده قايلة لكل حد حبيب عندي اللي عايز يا جماعة الشقة مثلًا حصل له أي ظرف من الظروف وعايز ييجي يقعد في الشقة أهلًا وسهلًا فيه. بس طبعًا زي ما أنتم شايفين يعني أنا هاشِد الناس من بيوتها أقول لهم تعالوا اقعدوا، فأنا شقتي مفتوحة للكل ومفتوحة لأي حد يحصل له أي ظرف، والحمد لله على كل حال. فزي ما أنتم شايفين كده يا رب يكون الفيديو بسيط وعجبكم وأشوفكم على خير دايمًا فيديو جديد، ولو حابين السلسلة دي اكتبوا لي، والسلام عليكم.